أهلا وسهلا بيكم في قناة حكايات هند. في الفيديو ده هنحكي حكاية جميلة ويا رب تعجبكم. لو حابين تعرفوا أكتر وتسمعوا حكايات محدش سمع عنها قبل كده، اشتركوا في القناة واضغطوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أنا اسمي سعاد وجوزي اسمه حسين، أكبر مني ب15 سنة. لما اتجوزته كان بيشتغل في الإدارة التعليمية وأحواله المادية كانت كويسة جدا، علشان كده شفت إنه إنسان مناسب ووافقت عليه. يمكن أنا كنت أقل منه في كل حاجة، أهلي ناس عاديين جدا، وأخويا الوحيد وقتها كان عنده عربية ميكروباص شراكة مع واحد. دلوقتي الميكروباص بقى ملكه لوحده وهو اللي بيشغله أو بيشغل عليه ناس. أنا دلوقتي عندي 35 سنة وجوزي عنده 50 سنة. حاليا هو مسؤول عن المخازن بتاعة الإدارة التعليمية اللي بيشتغل فيها. المهم، لما كنت أروح أي مشوار وأتبدل فيه المواصلات، جوزي اقترح عليا إن أخويا هو اللي يوديني ويجيبني بدل ما أتعب في المواصلات أنا وأولادي، خصوصا إن أولادي في المدارس وعندهم دروس. بقيت كل ما أحتاج أروح مشوار اتصل بأخويا علشان يجي يوديني أو يجيبني أنا وأولادي، وكله بحسابه. وجوزي كان شايف إن كده أأمن وأضمن بكتير. دايما كان يقولي أنا كده مطمن عليكي، الدنيا بقت مليانة بلاوي. أخويا كان أوقات بيسوق بنفسه وأوقات تانية كان يبعت حد من اللي بيشتغلوا معاه. كان بيوصي أي حد يجي يوصلني إنهم يستنوني لو هستنى في أي مكان. مع الوقت الناس اللي كانت شغالة معاه بدأت تتغير وتتبدل لحد ما جه شاب اسمه مازن. في الوقت ده أنا كان عندي حوالي 34 سنة، ومازن كان شاب عنده 27 سنة. شاب وسيم جدا، شكله جذاب وجسمه رياضي. من أول مرة شفته فيها حسيت إن قلبي اتخطف بطريقة غريبة مش عارفة أفسرها. مع كل مرة كنت أركب معاه كنت بحس باختلاف. بقيت أحب إن كل مشاويري تكون مع مازن وبس. لو اتصلت بأخويا وطلع هو اللي سايق كنت بزعل جدا واتضايق. حبيت كل المشاوير تكون مع الشاب ده اللي كان بالنسبة لي حاجة مختلفة. جوزي حسين حياته كانت روتينية جدا، ومع سنه اللي فوق 40 صحته ما بقتش زي الأول، وده كان مضايقني بشكل كبير. ورغم إني كنت مستحملة كل حاجة، لما عرفت مازن ابتدت نظراتنا لبعض تكون مختلفة، وبدأت أحس بتغيير كبير جوايا. أنا كنت حاسة إن عندي رغبة شديدة في تغيير العلاقة اللي بيني وبين جوزي. الموضوع بقى بيلح عليا بطريقة غير الأول. حسيت وقتها إن في حاجة ناقصة، وإن كان لازم أعمل حاجة. بدأت أفكر في العلاقة اللي بتبقى بين الراجل والست، لكن ما كانش قدامي غير جوزي. حاولت أتعامل معاه، لكن الموضوع ما كانش سهل. في نفس الوقت كنت بحس إني بتشد لهاني بطريقة غريبة. بدأت أنظر له نظرات مختلفة، وابتديت أخد رقم تليفونه. كنت بحاول أظهر له إن أنا معجبة بيه، وفعلا لاحظ ده. ما طولش كتير وابتدينا نتكلم. الكلام كان كتير عن كل حاجة في حياتنا. هو كان بيحكي لي عن تفاصيله، وأنا كمان كنت بحكي له عن حياتي كلها. مع الوقت مشاويري بقت تزيد. كنت باخد فلوس من جوزي وأديها لأخويا وهاني بحجة المواصلات. كل يوم أختلق سبب جديد علشان أخرج وأقرب من هاني. في الوقت ده حسيت إني محتاجة أقرب من جوزي، وحاولت أكلمه أكتر من مرة. طلبت منه إنه يهتم بيا ويقرب مني، لكن هو كان دايما زي ما هو ماشي بنفس الروتين وبنفس الطريقة اللي خلتني أحس بالملل. بصراحة ما كنتش بطلب منه ده لأنه وحش، لكن لأني كنت حاسة بحاجة تجاه هاني، ودي كانت الحقيقة اللي ما كنتش عايزة أعترف بيها حتى لنفسي. علاقتي بهاني بقت أقوى مع الوقت، وبدأت أصارحه بمشاعري. قلت له بشكل مباشر إني معجبة بيها جدا، وإني بتمنى أكون معاه بشكل كامل. هو كان متفاجئ جدا من جرأتي، حتى قال لي انتي جرئية بطريقة ما شفتش زيها قبل كده. قلت له بصراحة الراجل والست بالنسبة لي ما بيمثلوش غير العلاقة والحب، وإيه غير كده. وفعلا حسيت إنه فاهم وجهة نظري، ومن هنا علاقتنا بدأت تاخد شكل مختلف تماما. قلت له بصراحة مش مستاهلة بقى إني أحور عليك أو أظهر بأي شكل غير الحقيقي. أنا نفسي فعلا أقضي معاك يوم. بس هو كان تايه ومش عارف يرد. المشكلة كانت إنه ما عندوش مكان يبات فيه، رغم شكله الجميل ووسامته، لكنه ما كانش عنده حاجة غير الميكروباص. فابتدينا نسأل نفسنا هنروح فين ونيجي منين. فكرة إننا نستخدم الميكروباص مكان نقابل فيه كانت غير منطقية، وخصوصا إنه ملك أخويا وما ينفعش نتصرف فيه بالطريقة دي. طبعا
فكرة إن هاني يجي بيتي كانت مستحيلة تماما. عندي ولاد في البيت وما كانش ينفع أجيب حد غريب حتى لو جوزي مش موجود. لقيتني بقوله طب ما ينفعش في الميكروباص. بص لي باندهاش وقال لي انت جادة في كلامك؟ رديت أنا بتكلم عادي. قال لي لا طبعا ما ينفعش، الميكروباص ده بينام في مكان معين، وكمان ده بتاع أخوكي، يعني هنبوظ الدنيا خالص. بصراحة كنت هتجنن، كنت عايزة بأي شكل أنفذ اللي في دماغي. قلتله سيبني أفكر وأنا هلاقي حل. وكل يوم كنا بنتكلم وكلامنا تطور بشكل مخيف. كل كلامنا بقى عن العلاقة الحميمية وبس. كنت محتاجة أحس إني ست من جديد، إني رجعت شبابي اللي ضاع مع جوزي طول السنين اللي فاتت. حسيت إن حياتي مع جوزي كانت مجرد حياة مملة، عمره ما أسعدني بالطريقة اللي كنت محتاجاها. هاني بالنسبة لي كان مختلف، وكنت حاسة بشعور جديد تجاهه. بقيت مهووسة بفكرة إني أعيش اللحظة دي معاه مهما كان الثمن. فكرت كتير جدا لحد ما لقيت حل في دماغي. الحل ده كان بالنسبة لي فكرة جهنمية، وقررت أتكلم مع هاني عنها. رحت له وقلت له أنا لقيت طريقة تخليني أدخلك البيت بسهولة جدا. لما سألني إيه هي الفكرة؟ قلت له هتعمل نفسك واحد صاحبتي، واحدة ست صاحبتي اللي جوزها طردها من البيت وهي في الشارع دلوقتي وما عندهاش مكان تروح له. قلت له جوزي طيب جدا وعمره ما هيقول لأ، هيشوف إننا بنساعد حد غلبان. هاني في الأول خاف جدا وقال لي لا يا شيخة، الموضوع كده هيكبر وإحنا بندخل في حاجات صعبة، وبعدين انتي عندك ولاد، ازاي ده هيحصل؟ قلت له كل حاجة وليها حل، انت ست منتقبة ومحدش هيكلمك أو يشك فيكي. هتلبس النقاب قدامهم عادي جدا ونقول إنك متعودة عليه عشان بتحرجي. الموضوع بسيط ومش هيكون فيه أي مشاكل. لكنه رد لأ، أنا مش شايف إن الحل ده هينفع. قعدت أكلمه وأقنعه مش عايز تقعد معايا، مش عايز نكون منفردين مع بعض، مش عايز يحصل بيني وبينك اللي بنتمناه. رد عليا بصراحة نفسي، لكن قلت له طيب يبقى ده الحل الوحيد، لو رفضت يبقى انت مش بتحبني. الحقيقة انه تجاوب معايا رغم انه كان متوتر وقلقان جدا. انا كنت عكسه تماما، ما كانش فارق معايا اي حاجة، والشيطان كان مغطي عيني عن كل شيء. كل اللي كان في دماغي اني اقضي يوم معاه، ليلة احس فيها بالسعادة والمتعة اللي انا محرومة منهم. ما فكرتش في العواقب او المخاطر، وكل اللي كان في بالي هو تنفيذ الفكرة. رحت لجوزي خميس بالليل وبدأت أتكلم معاه، ورغم إنه لأول مرة يطلب مني علاقة أنا تجاهلت طلبه وقلت له عايزاك في مشكلة كبيرة ومفيش حد هيقدر يحلها غيرك. سألني خير إيه المشكلة؟ قلت له واحدة صاحبتي من أيام الدراسة، ست محترمة جدا ومنتقبة، يا عيني ظروفها صعبة جدا، أبوها وأمها ماتوا وجوزها عامل معاها مشاكل كبيرة وطردها من البيت، دلوقتي ما عندهاش أي مكان تروحه وهتبات في الشارع. رد عليا لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وانتي عايزاني أعمل إيه؟ شوفي اللي ينفع نعمله معاها وإحنا معاكي. قلت له بسيطة جدا، أنا بفكر إنها تيجي تقعد عندنا في أوضة الضيوف وأنا هجهزها ليها، تقعد لحد ما تلاقي حل لمشكلتها، بس خلي بالك إنها منتقبة ومحترمة جدا وما بتقلعش النقاب نهائي، فأنا مش عايزاك تضايقها بأي حاجة. رد عليا بحماس مفيش مشكلة، تقعد عندنا زي ما تقعد، الأكل والشرب موجودين والحمد لله، ولو عايزة تقعد في أوضتنا نفسها بدل أوضة الضيوف مفيش مانع، أنا ممكن أنام مع العيال وعادي جدا، المهم نساعدها. سألته أنت بتتكلم بجد؟ قال لي والله عادي، المهم إننا نعمل الخير. ما كانش في بالي أي حاجة غير إن خطتي تنجح، وفعلا مشيت مع كل خطوة لحد ما بقيت قريبة جدا من اللي أنا عايزاه. خميس جوزي طيب جدا، ودي أكتر حاجة كانت مخلياني عارفة أستغله في خطتي. لما وافق على استقبال صاحبتي حسيت إن كل حاجة بقت جاهزة. رحت على طول لهاني وحكيت له عن الاتفاق، وقلت له خميس وافق وكل حاجة بقت مضمونة، بس لازم تفضل ملتزم بالخطة. انت هتكون ست منتقبة، ما تتكلمش مع الرجالة، ودايما في أوضتك طول ما الأولاد أو خميس موجودين. هاني كان متوتر شوية لكنه وافق في الآخر. قلت له لازم تتمرن على المشي زي الستات وحركاتهم، وحتى صوتك خليه ناعم، لبس واسع كمان عشان جسمك ما يبانش، وعشان العضلات اللي عندك ما تخليهوش يشك في أي حاجة. وفعلا هاني عمل اللي قلتله عليه بالحرف.
كان بيتمرن قدامي على المشي وطريقة الكلام، لدرجة لما كان بيكلمني في الموبايل صوته كان فعلا زي الستات. أول مرة يدخل شقتي كنت حاسة إني خلاص وصلت لكل اللي كنت عايزاه. جهزت كل حاجة عشان اليوم ده يكون مميز. لما خميس عرف على صاحبتي ما شكش لحظة. قلتله إحنا هنقعد في الأوضة شوية، عايزة أتكلم معاها وأشوف مشكلتها. خميس كان تعبان وقال لي أنا هدخل أنام مع الولاد، خلي صاحبتك على راحتها وحطي لها لقمة لو جعت. شقتي كبيرة والأوضة اللي كنا فيها بعيدة جدا عن أوضة الولاد. قفلت الباب وكنت حاطة كل حاجة جاهزة. جبت بدلة رقص لهاني وقلت له النهاردة ليلة دخلتي وفرحي. الليلة دي كانت زي ما كنت بحلم. احتفلت بكل حاجة كنت محرومة منها، وكنت حاسة إني رجعت شبابي اللي كنت فاقداه. كنت مبسوطة وفرحانة، وما كانش فارق معايا جوزي اللي نايم برا ولا الأولاد ولا أي حاجة تانية. كنت شايفة إني خلاص حققت السعادة اللي كنت محرومة منها سنين طويلة. في الليلة دي كنت حاسة بتوتر غريب. خميس كان بيطلب مني حاجة طبيعية جدا، حاجة من حقي كزوجته، لكن أنا كنت حاسة إن الطلب ده بيمس سعادتي الجديدة اللي لقيتها مع هاني. في الأول حاولت أتهرب وقلتله طب استنى لما أشوف هعمل إيه معاها الأول وبعد كده أجيلك. خميس مسكتش، قال لي انتي بقالك شهر متغيره، وكل ما أطلب منك حاجة تحسسيني إنك مشغولة أو تعبانة. النهاردة مش عايز أسمع أعذار، خلصي كلامك معاها وتعالي. كنت حاسة إن الدنيا بتضيق عليا. خرجت من أوضة الضيوف وأنا بحاول أهدي نفسي ورحت لهاني. لقيته قاعد مستنياني بلهفة. قعدت جنبه وقلتله خميس عايزني أقعد معاه النهاردة ومش عارفه أعمل إيه. هاني رد عليا ببرود ما طبيعي، ده جوزك وأكيد هيطلب كده، بس بصراحة مش عارف إزاي هتقدري تعملي ده بعد اللي بينا. كلامه زود حيرتي. كنت عايزة أرضي خميس عشان ما يشكش في حاجة، وفي نفس الوقت ما كنتش قادرة أتحمل فكرة إن حد تاني غير هاني يلمسني. حاولت أتصرف. قعدت مع هاني شوية أهديه وأقنعه إن ده مجرد تمثيل وإن الموضوع مش هيأثر علينا. وبعدين رحت لخميس. في الليلة دي كنت حاسة إني مش قادرة أمثل، لكن لازم أعمل ده عشان أحافظ على السر اللي بيني وبين هاني. خميس كان فرحان جدا بوجودي، وكنت بحاول أبين إني طبيعية، لكن الحقيقة كنت حاسة إن كل حاجة حواليا مش طبيعية. بعد اللي حصل رجعت لهاني تاني في اليوم اللي بعده، لكن الليلة دي كانت نقطة تحول. بدأت أحس بتأنيب ضمير بيكبر جوايا. خميس ما يستاهلش اللي أنا بعمله فيه، وهاني رغم كل حاجة ما كانش يستاهل إنه يدخل في حياتي بالشكل ده. السر اللي كنت فاكرة إنه هيفضل مخفي بدأ يبقى عبء على قلبي. الوضع كان كارثيا والموقف خرج عن السيطرة تماما. خميس واقف مذهول مش قادر يصدق اللي قدامه، وهاني واقف بيصرخ وبيزعق في حالة هستيرية، ماسك السكين كأنه على وشك يفقد عقله. أنا كنت متجمدة مكاني مش عارفة أقول أو أعمل إيه، وكل اللي في دماغي إن كل حاجة انهارت وكل سر انكشف. خميس بدأ يستوعب شوية وسألني بصوت مكسور إيه اللي بيحصل هنا؟ هو ده اللي انتي كنتي بتخبي عليا؟ ده اللي كنتي بتعمليه طول الفترة دي؟ ما عرفت أرد عليه، كنت عاجزة تماما. هاني كان واقف يحدق في خميس وقال له بصوت مليان غضب انت ايه علاقتك بيها؟ ازاي تخليها تعمل كده؟ ده بيتها وأنا جوزها. خميس قال بصوت مرتعش أنا ما كنتش فاهم حاجة، هي قالت إنك موافق إنها تساعدني وبتعمل كده علشان تساعدني، أنا ما كنتش أعرف إنها بتخدعني وبتخدعك في نفس الوقت. هاني بصلي وقال انتي بقى كنتي فاكرة إن الموضوع ده هيعدي كده؟ كنتي فاكرة إني مش هحس ولا أعرف؟ إزاي؟ بصيت لهاني وقلت له بصوت متقطع أنا آسفة، ما كنتش عارفة أعمل إيه، كنت ضعيفة، كنت محتاجة حد يحس بيا، بس مش كنت أقصد إن كل ده يحصل. هاني صرخ آسفة؟ آسفة على إيه؟ على إنك خنتيني وأنا بحبك؟ ولا على إنك دمرت كل حاجة بينا؟ خميس كان واقف في صدمة، وبعدين قال أنا مش هكمل هنا، واضح إني غلطت إني صدقت أي حاجة قالتها. أنا همشي دلوقتي، بس انتوا لازم تحلوا مشكلتكم بعيد عني. خرج خميس من الشقة، وأنا وهاني بقينا في مواجهة مباشرة. هاني كان منهار وأنا كنت محطمة. حاولت أتكلم لكنه قطعني وقال أنا مش قادر أصدق إني حبيتك، مش قادر أصدق إني كنت بفكر أسيب كل حاجة علشانك، انتي دمرتيني. سكت لحظة وبعدين قال أنا مش هقدر أكمل، مش هقدر أشوف وشك تاني، أنا همشي من هنا
وأسيبك تواجهين كل ده لوحدك. وبالفعل هاني خرج من الشقة وأنا بقيت لوحدي محاصرة بالندم والذنب. ما كملتش كلامي ولقيت هاني بيضرب فيها لحد ما وقع على الأرض ومنظره كان واضح إنه مات. بصيت لهاني باستغراب وقلت له: انت عملت كده ليه؟ قال لي: زعلان علشانه ولا ايه؟ قلت له: لا، بس هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انت اتجننت؟ قال لي: ايوه اتجننت لما لقيتك في حضنه. انا كنت قلتلك ما تخليش حد يقرب منه، وانت ضحكتي عليا وسبتيني لوحدي وجيتي له هنا. قلت له: عملت كده علشان ما يحسش بحاجة، علشان الموضوع ما يتكشفش ونفضل مع بعض. قال لي: والله على العموم خلينا نخلص منه دلوقتي وبعدين نشوف. وقفت أفكر نعمل إيه فيه، وفكرت في المخازن اللي هو مسؤول عنها، وقلت له: علشان نخلص من الموضوع ده لازم نوديه للمخازن بتاعته ونرميه هناك. قال لي: إزاي؟ قلت له: باي طريقة، اتصرف. راح جاب الميكروباص من مكانه وأنا نزلت معاه علشان أوريه مكان المخزن. حاولنا نخلص بسرعة وبهدوء علشان محدش يحس بينا. وصلنا للمخازن ولقينا غفرة هناك، فكان لازم ندور على مكان تاني بعيد عنهم. قعدنا نلف لحد ما هو اقترح نرميه في مكان بعيد ما يكونش مكشوف، وفعلا عملنا كده. رجعنا البيت والنهار قرب يطلع. قلت له: استنى لما أولادي يروحوا المدرسة وبعد كده هودعك. قضينا شوية مع بعض وبعد كده قلت له: لازم تمشي دلوقتي، وأنا هقول للولاد إنك صحيت جوزي وراجع. كنت زعلانة جدا، مش عشان جوزي بس عشان هاني أكتر. بعد ما مشي زي ما اتفقنا بدأ يتصل بيا كل شوية علشان يطمن عليا. لما جوه الولاد من المدرسة قال لي: أكيد الناس هتكتشف موضوع جوزك وهيعرفوا مكانه حتى لو بعدين. المهم إنك لما يجيلك خبر تصوتي وتعيطي عشان يبان عليك إنك زعلانه. قلت له: ما تقلقش، هتصرف كويس. ابتدت أسئلة الولاد تجيب: بابا ليه ما جاش؟ وكنت برد عليهم: مفيش مشكلة، بيأخر ساعات. لحد ما ناموا. وفي اليوم التاني كانوا قلقانين جدا على باباهم. بصراحة ملحقتش حتى أبلغ عليه. هم اكتشفوا الموضوع أسرع من ما كنت متوقعة، وكنت مستنية إنهم ما يلاحظوش حاجة، لكن فوجئت إنهم عرفوا الموضوع بسرعة. أول ما جوني وقالوا لي إنهم لقوا جوزي ولقوا بطاقته وحاجته معاه، انهارت وابتديت أبكي وأصرخ بشكل مبالغ فيه شوية، يعني بطريقة أوفر. ما كنتش عارفة إزاي الناس لاحظوا إني صويت وبكيت بالطريقة دي، مع إن بكائي كان هستيري، لكن ما صدقونيش، مع إن جوزي بقى ميت ومقتول. وكنت بفكر: مين اللي قتل؟ مين اللي عمل فيه كده؟ النيابة والمباحث اهتموا بيا جدا وركزوا معايا قوي، لدرجة إنهم جابوا كل حاجة عن موبايلي من رسائل واتصالات وواتساب وكل حاجة، وشافوا الرسائل بيني وبين هاني. عرفوا إننا كنا ورا الموضوع، لأنه كان في رسالة منه بيقولي أمثل الدور كويس، وأنا رديت عليه وقلت له: ما تقلقش، همثل كويس. بعد التتبع وكل شيء لقيت نفسي في يوم وليلة متهمة في قضية قتل جوزي. لما الموضوع ده حصل ما كنتش أتوقع إن حد هيكتشف اللي عملته أو إن حد هيحس بينا. حتى لما هاني كان بيقولي أعيط وأقلق ما كنتش متوترة ولا خايفة، كان قلبي ميت زي ما هاني قالي، وكنت مفكرة إن الموضوع هيعدي عادي ومحدش هياخد باله. عشان كده لما قبضوا عليا كنت حاسة إني خلاص انتهيت، خصوصا لما قدروا يجيبوا هاني وهو كمان اتقبض عليه. ما كانش عندي طاقة أخبي حاجة، وحسيت إنهم هيفهموا كل حاجة. في التحقيق اعترفنا إحنا الاتنين وقلنا لهم كل القصة من أولها لآخرها. رجال المباحث كانوا مستغربين من تصرفاتي، وكانوا شايفين إن كده حاجة مجنونة زي ما قالوا. إزاي واحدة ست تعمل كده؟ تجيب راجل وتدخله بيت جوزها وتعمل معاه علاقة أكتر من شهر؟ وكان عندهم حق. بصراحة مش عارفة إزاي عملت كده. فكرتي عقلي اتلغى، وكان عندي قلب ميت بالدرجة دي إني ما كنتش خايفة ولا متوترة. الضابط قال لي: وجوزك بطيبته دي ما صعبش عليكي؟ كان ممكن ما يحصلش ده كله لو ما كنتش بالقلب الجامد ده. وفي النهاية اتحكم عليا أنا وهاني بالإعدام، وأعتقد لو في حاجة أكبر من الإعدام كانت هيتحكموا علينا بيها. دي كانت قصتي ونصيحتي لأي ست تسمعني: لو حسيتي إنك بتنجذبي لحد غير جوزك لازم تقطعي العلاقة فورا. ودي كانت حكايتي، وأتمنى إنها تكون عجبتكم وإنكم شفتوا فيها العبرة والعظة. لو كملتوا معايا القصة لحد هنا ما تنسوش تشاركوني رأيكم تحت في التعليقات، لأنه أكيد يهمني.